هلا اصدقائي، شلونكم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا الفيديو مالتنا راح يكون انبوكسنج او ريفيو لنينتندو سويتش الاولد نسخه السبلاتون. طبعا من اجمل النسخ اللي انتجتها شركه نينتندو سويتش. طبعا نينتندو سويتش ابداعات بكل النسخ اللي نزلتها، بس هاي انا عندي من افضل او من اجمل النسخ اللي نزلت للنينتندو سويتش اولد. مثل ما قاعد تشوفون هذا البوكس مالتها. اوكي، طبعا تحفه فنيه. نينتندو سويتش تنزل النسخ، عندنا نسخة زلدا، نسخة سبلاتون، نسخة بوكيمون، هواي نسخ نزلتها نينتندو سويتش. اوكي، طبعا راح نسوي له انبوكسنج وريفيو الجهاز وياكم اليوم. طبعا اعرف الجهاز قديم، لحد يكتب لي بالتعليقات، ولكن اليوم راح نسوي انبوكسنج وياكم وريفيو للجهاز. اتمنى من عندكم لا تنسونا باللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو ويا اصدقائكم حتى يوصل اكبر عدد من المشاهدين. طبعا مثل ما قاعد تشوفون اصدقائي راح نفتح البوكس وياكم. ما لقيت شيء اصور عليه، يعني سوينا لكم حبشكلات وترتيبات، فاعذرونا هالمره، ان شاء الله نطور بالايام القادمه. اهم شيء هنا بالبوكس اهم شيء هنا نشوف ايش اكو. طبعا البوكس تحفه فنيه من شركه نينتندو. اوكي، طبعا هذا شكل البوكس مثل ما قاعد تشوفون. اوكي، هذا البوكس بالكامل من كل الجهات. طبعا الجويكون مالته ايضا. هسه نفتح الجهاز وياكم. اوكي، هذا الجهاز وياكم، راح نفتحه بسم الله ما شاء الله. طبعا النظرة الاولى هي الرهيبة راح تكون. اوكي، المكان كلش صغير. اول شي نبدي بالجويكون، خلينا ناخذهن وحدة وحدة. طبعا هذا الجويكون الاول. اوكي، طبعا يعني رهيب بصراحة، ما توقعته هيك ابد. اوكي، مثل ما قاعد تشوفون هذا الملمس مالته. طبعا تحفة فنية من شركة نينتندو مثل ما قلت لكم. خلينا نجيب الجويكون الثاني. طبعا غلسوا على هاي الكتابة اللي بداية. اوكي، عندنا هذا الجويكون الثاني مثل ما قلت لكم، تحفة فنية من شركة نينتندو سويتش بصراحة. اوكي، هسه هذا الجويكون الثاني. عندنا الجهاز نفسه مثل ما قاعد تشوفون. هذا الجهاز ايضا. اوكي، هاي الرسومات اللي بيه مثل ما قاعد تشوفون. هاي الرسومات ما اعرف اذا مبينة، اعتقد مبينة. اوكي، هاي الرسومات طبعا تحفة فنية ما شاء الله. طبعا الجهاز يطبع بسرعة. اوكي، خليه هنا. عندنا هذا الكتيب مال التشغيل. خلونا نشيل هاي القطعة. اوكي، هسه هنا نجي على الشغلات الثانية. عندنا اول شيء هاي الشاحنة مثل ما قاعد تشوفون. عندنا الشاحنة مال الجهاز تجي تايب سي. اوكي، الشاحنة تجي تايب سي. اوكي، ومربوطة تكون ويا الشاحنة، يعني مو منفصلة. اوكي، نروح على الشغلة الثانية. خلينا نفتحهن افضل. عندنا هاي القطعة اللي يتشكل عليها الجويكون. اوكي، خلينا نجربها وياكم. هاي القطعة اللي يتشكل عليها الجويكون. دقيقة واحدة. 2000 years later. طبعا بهاي الطريقة راح تركب وياكم. خلونا نجيب الجويكون الثاني. اوكي، راح تشكلوه من هنا، وبهاي الطريقة راح يكون عندكم الجويستيك الخاص بنينتندو سويتش. طبعا كلش حلوة هاي القطعة. اوكي، اتمنى من عندكم لا تنسونا باللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو ويا اصدقائكم. طبعا هاي المقارنة ويا الجويستيك مال اكس بوكس سيريس اس. هاي المقارنة ايضا ويا الجويستيك مال بي اس 4. اوكي، هاي المقارنة مثل ما قاعد تشوفون. خلونا نشوف الادابتر الخاص في هذا الادابتر الخاص بالربط على الشاشة. طبعا ايضا يكون لون ابيض. طبعا هذا الادابتر اللي يكون
يربط النينتندو سويتش على الشاشة. طبعا ايضا كلش حلو الادابتر اللي يربطها، ايضا تحفة. قلت لكم فنية. هاي نسخة السبلاتون من نينتندو سويتش. ذني الشغلات ايضا. هذا اللي يربط على الجويكون. اوكي هسه نشوفكم اياه، هسه نشوفه لكم. طبعا هذا اللون كلش حلو. طبعا هذا الجويكون مثل ما تشوفون اياه. هسه راح نربطه ويا كل قطعة خاصة به. طبعا عندنا هذا الجويكون الاول راح يربط بهاي الطريقة. طبعا وعندنا هذا الجويكون الثاني راح يدخل بهاي الطريقة. خلونا نشغل النينتندو سويتش ونرجع لكم. طبعا وهذا شكل النينتندو بعد ما ربطنا الجويكون. طبعا الملمس كلش رهيب، وايضا يعني بصراحة ما اعرف شلون اوصف لكم الشعور، بس شعور مختلف جدا عن باقي الاجهزة. انتظرونا بالمراجعة الكاملة عن هذا الجهاز. اتمنى من عندكم لا تنسونا باللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو ويا اصدقائكم. وهذا كل الفيديو، في امان الله.